السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ صباح الخير وعلى السعادة والهنا عليكم. النهاردة أنا هعمل الرز المعمر بالجبنة القريش. طبعا ده حصري ومحدش عملها قبل كده. شوفوا المعمر كده من الجبنة القريش عامل ايه ووشه عامل ايه. حاجة روعة بصراحة، تفتح النفس، ولو عندك ضيوف تبقي راسك مرفوعة كده وانت بتقدمه لهم. وبيعمل بقى طعم ومزازة جميلة في قلب الرز. انا معايا رز وغسلاه في الصينية. الرز بيبقى نص الصينية، او لو بالكيلو هيبقى الكيلو الرز له كيلو ونص لبن وزيادة كوباية كمان كده، يعني 2 إلا ربع حاجة زي كده. انا عندي طبعا القشطه اللي مخليني بعمل فيها كده وبنزلها الفتفته كده، انها كانت في الفريزر. بحط على كيلو الرز حوالي ربع وشويه قشطه، وبحط عليه اللبن الحليب. اللبن انا طبعا ما عايرتش الرز، فانا جايبه الرز نص الصينيه. هكمل الصينيه ملانه رز. ما تخافوش، اللبن ما بيفضفضش منها ولا حاجه في الفرن. هقول لكم ليه. حطيت الرز والقشطة واللبن وقلبته. هحط له كمان حبة ملح صغيرين، ما تكتريش الملح. لو عايزة تعملي بسكر ممكن، عايزة تبدليه بعسل أسمر ممكن. عندنا بنعمل ده وده وده ونكرم به الضيف زيادة يعني. تعالوا بقى للتكة بتاعت الجبنة القريش. أنا عندي قطعة جبنة قريش مع كوباية لبن. هضربها في الخلاط، ننعمها خالص في الخلاط لما تبقى كريمي. بعد كده اهي تشوفوا انزلها، اوزعها على الرز من غير ما اقلب ولا حاجه. اهوت يا دوبك انا وزعتها على الرز. بعد كده ادخله الفرن ياخد راحته في الفرن بقى على اعلى درجه في الفرن لغايه ما يغلي. بعد كده هغطي البوتاجاز خالص، فرن البوتاجاز. آه طبعا يا جماعة، الرز بياخد ترديد. اما بيغلي الجبنة اللي محطوطة مع اللبن مع ده بتخليه يوصل لاخر الصينية، ما يوقعش من الفحار في الصينية، نضيف. والسماكة بتاعت الجبنة، على فكرة الجبنة القريش شرط انها